السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه ديال اليوم غادي نحضر معكم البيني بمقادير جدا بسيطه وكيجي اكثر من رائع. كيف ما كتشوفوا رطيب ومهوي وخاوي من الداخل، كيجي غزال وبأبسط المكونات، بعجينه اللي هي سهله وبسيطه واقتصاديه. كنتمنى انكم تجربوه، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك ديالكم والبارطاج مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. اذا بسم الله على بركه الله، غادي ندوزو لطريقه التحضير والمقادير. في واحد البول خديت 3 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض من بعد ما غربلته، معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه ومعلقه صغيره ديال الملح وشويه ديال سنيده باش كيعطينا هذاك اللوين الذهبي. بالنسبه للعجين غادي نخلط بكأس من الحليب، وإلا كان باقي خصني يعني نزيد الماء غادي نزيد شويه د الحليب اولا شويه ديال الماء اللي بغيتو. المهم غادي نضيف هذاك الحليب كله، يعني كأس ديال العنبه. هذاك الكأس انا يعني كيعبر ليا كأس ديال العنبه كبير مملوء جيدا. غادي نخلط العجين باليد ديالي، طبعا اللي عندها العجانه ممكن تستعمل العجانه ما كاينش اشكال. كان باقي خصني هنايا نزيد واحد شويه صافي. انا هنايا ما توفرش عندي الحليب، كان عندي غير كأس فقط. كملت بشويه ديال الماء. الا كان عندكم نتوما الحليب كملوا بالحليب اولا الماء، يعني ما كاين حتى شي تغيير. صافي غادي نخلط العجين ديالي حتى نحصل على واحد الخليط اولا واحد العجين اللي هو رطيب بحال هذا الشكل هذا، يعني ما يجيش قاصح بزاف وما يجيش عاوتاني يعني مرخوف بزاف، متوسط. غادي نردو في البول اللي خدمته فيه وغادي ندهنه بشويه ديال الزيت وغادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي ونخليه يختمر حتى يضاعف الحجم ديالو. من بعد ما دازت واحد نصف ساعه دابا مع الصهد دغيا كتخمر. صافي هنا دازت واحد نصف ساعه ما كاملاش، وقيلا غير شي 20 دقيقه ولا 23 بحال هكا. صافي هنايا كنحاول انني نحيد منه هذاك الخميره ولا داك الفقاعات ديالو، وغادي نطلقو هنايا بشويه ديال النشا، ماشي الدقيق، بشويه ديال النشا. غنسرحو على هاد الشكل هذا، يعني ما غاديش نخلي عليه واحد السمك اللي هو رقيق بزاف، يعني لا هاد القياس هذا. وانتم لكم الاختيار، الا بغيتو يجيكم منفوخ بزاف كاع يعني كتخليوه غليظ شويه على هكا. وصافي غادي نجيب هذا المرشم هذا اللي هو على شكل دائري وغادي نقطع على هذا القياس هذا. غادي نجيب هذا المريشم هذا ديال الكيس ديال الحلواني، وغادي نعمل هذيك الدائره في الوسط كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي، وغادي نحطو على منديل ديال المطبخ يكون نقي باش يختمر لي المره الثانيه. كيف ما كتشوفوا معايا كنحيد هذيك الدائره الصغيره اللي كنعمل في الوسط، كنحيدها جانبا، من بعد كنعاود نخدمها يعني مع العجين المتبقي. صافي هنايا غادي نغطيهم ونخليهم يختمروا للمره الثانيه. مباشره غادي ندوز نقلي من بعد الاختمار للمره الثانيه. هنايا وضعت واحد المقلاة، وضعت الزيت الكافي، خليته حتى يسخن مزيان مزيان، وغادي نوضع فيه البني ديالي على هذا الشكل هذا.
من بعد كنحاول انني نوضع الزيت على الوجه ديالو باش كينتفخ لي مزيان. كيف ما كتشوفوا مباشره فاش كتوضع عليه الزيت على الوجه ديالو كيبدا بالانتفاخ. وصافي كنبقى كنحرك يعني كنقلبو من الجوانب على هذا الشكل هذا باش كياخذ ليا واحد اللوين يعني موحد، وكيجي اللوين ديالو مقاد مزيان. كنقلبهم على هذا الشكل هذا. غادي ما تقلبوش بالفرشيطه البنات لانه كيكون الزيت حامي بزاف، وراه تقدر الله يحفظ يا ربي ايديكم الزيت ولا يطير لكم في يديكم. قلبوا بهكا بديك بالكوردون اللي كيكون طويل بزاف، اولا مثلا بحال هكا انا ما توفرش عندي الكوردون كنقلبو غير بهذا بالمغراس اولا القضيب اللي كنشوي فيه اللحم. يعني هذا هو اللي عنده اليد ديالو طويل بزاف ما كيقيسليش الزيت يدي نهائيا، وكنبقى في الحمايه كيف ما كنقولوا. وصافي من بعد ما كيتحمروا لي من جميع الجوانب كنحيدهم من الزيت وكنوضعهم في واحد المنديل، عفوا في واحد الطبسيل يكون فيه الورق باش كيحيد لنا داك الزيت. هو اصلا نهائيا ما كيشربش الزيت على هاد الطريقه هذه، يعني كتخلي الزيت يحمى مزيان مزيان ويكون عندك الزيت بزاف، يعني ماشي غير شويه، يعني الزيت بزاف في المقله باش ما كيشرب لكش الزيت نهائيا. والله العظيم البنات ما شرب الزيت نهائيا. انا يعني من الناس اللي ما كنبغيش شي حاجه مزيته بزاف، يعني هذاك يعني بحال مثلا الشفج اللي كيكون مزيت بزاف ما نقدرش ناكله نهائيا، وكذلك البني. هاد الطريقه هذه البنات نهائيا ما كيشربش الزيت. صافي من بعد ما كملت الكميه اللي عندي بالقلي صافي وضعتها جانبا حتى بردات واحد شويه، يعني حتى حيدت داك الحراره ديالها باش ما يذوبليش السكر عليها. غادي نجيب سكر حبيبات وغادي نبقى كنزينو على هذا الشكل هذا. ممكن تزينوه بالشوكولا، يعني شريطه ديال شوكولا عفوا، اولا تزينوه بالسكر بحال هذا الشكل هذا، لكم الاختيار. انا زينته فقط بالسكر لا غير. صافي غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله في التزيين ديالها وغادي نرجع معكم ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي. كان هذا هو الشكل النهائي البنات. صراحه اش غادي نقول لكم، جاء هذا البنيه جا غزال ومهوي ورطيطاب كيف ما كتشوفوا، رطيطب بزاف بزاف البنات. هنايا كان باقي سخون واحد شويه لذلك ما كنقدرش نشدو بيدي مزيان كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره. خاوي من الداخل. كنتمنى انه يعجبكم. هيدا حضروه للفطور مثلا، اولا حضروه للغد في العشيه مثلا هكا مادام كيدير كاسكروط عدلوه في العشيه. المهم اي وقت كيناسبكم نتوما. المهم البنات هنايا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايك ديالكم ومن البارطاج مع الاهل والاحباب. شكرا بزاف على وقتكم ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.